السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فضلا وليس أمرا، يا ريت لو تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة. الحج والعمرة تعلن آخر موعد لخروج المعتمرين من الأراضي المقدسة. مع اقتراب موسم الحج لهذا العام 1444، كشفت السلطات السعودية عن قيامها بعدد من الإجراءات استعدادا للتجهيزات النهائية لانطلاق موسم الحج. وعليه أعلنت وزارة الحج والعمرة عن آخر موعد لخروج المعتمرين من أراضي المملكة السعودية. وأكدت الوزارة أن آخر موعد لخروج المعتمرين من الأراضي المقدسة سيكون يوم 29 ذي القعدة 1444، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الحجاج خلال الموسم الجديد. من جانبه، حذر عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، حذر حسين حجازي القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة من التخلف عن مواعيد عودتهم إلى بلادهم بعد أداء العمرة. وأوضح عقوبة المتخلفين عن العودة بعد انتهاء مدة التأشيرة على النحو التالي: غرامة مالية قدرها 50,000 ريال سعودي، السجن لمدة 6 أشهر، والترحيل خارج الأراضي السعودية. وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولها إلى المملكة لمدة لا تقل عن 5 أعوام. وشددت السلطات السعودية على أنه لا إمكانية لأداء فريضة الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة، لذلك للقادمين من خارج المملكة أو للمقيمين إقامة نظامية فيسمح لهم بأداء فريضة الحج وفقا للشروط والأنظمة المصرح بها. وأكدت السلطات أن الحج دون تصريح يعرض الحاج لعقوبة الغرامة والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات لمخالفة أنظمة الحج.